قام عدد من الشخصيات التونسية البارزة بزيارة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، وذلك في بيته في مدينة قم المقدسة. المقطع المصور الذي نشرته قناة المرجعية والذي عرض بعض الجوانب من اللقاء كان من شأنه إثارة الحنق لدى عدد من أتباع الطائفة البكرية. وقد ناقش عدد من البكريين التونسيين عبر صفحات على الإنترنت ناقشوا محتوى اللقاء الذي حدث قبل أيام، والذي ظهر فيه المرجع الشيرازي وهو يبشر كلا من الدكتور التونسي المشهور محمد السماوي التيجاني صاحب كتاب ثم اهتديت، والمؤلف التونسي المتشيع السعد الجيلاني، بشرهما وبشر التونسيين بأن بلادهم ستتشيع كليا في المستقبل. كما وقام المرجع الديني الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي بتغيير اسم المؤلف التونسي الذي أعلن عن تشيعه، حيث كان اسمه مطابقا فيما قبل لاسم سعد بن أبي وقاص أحد المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام. يذكر أن تونس تشهد موجة تشيع عارمة أثارت حالة من القلق لدى عدد من قصاصي ومشايخ البكريين. وكان رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ الإخواني راشد الغنوشي في ضمن حديثه عن ظاهرة انتشار التشيع في المغرب العربي كان قد قال في تصريحات له لوكالة قدس بريس قبل أعوام: الرسميون الإيرانيون ينكرون أن تكون إيران وراء هذا المشروع، ويؤكدون بأنها أعمال يقوم بها بعض المراجع، وبالذات مراجع عربية مثل جماعة الشيرازي. والحريات اللي في توسع سيأتي يوم على تونس بعد 100 سنة أكثر، عشان تونس تكون كلها شيعة. يعني التشيع يعني إنسانية، يعني أخلاق، يعني قضية. وأنا أضيف إلى جيلاني اسما مباركا أكثر بركة من أي اسم في طول التاريخ. ما شاء الله. من الآن أنت محمد جيلاني.